ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اكلة النهاردة زي ما انتم شايفين سهلة جدا، بس عايزين كده في الاول نعمل البصل القمر اللي انتم شايفينه ده. هنفرمه ونفرزه بطريقة سهلة جدا ومفيش ابسط من كده. طبعا معايا الكبة وقطعت البصل ونزلت بكمية مناسبة، وعلى طول هنفرمه ويكون الفرم متوسط، بلاش يكون خشن ولا ناعم، بيبقى وسط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بلاش يكون ناعم علشان ما ينزلش ميته معاكي. وفي الوقت ده هجيب اكياس التلاجة واعبيه في الاكياس وعلى طول على الفريزر. طبعا بعمله من غير اي اضافات، لا هنحط له ملح ولا هنحط له زيت ولا اي اضافة تانية خالص. مجرد ما هتفرميه وتعبيه في الاكياس بيبقى كده جاهز معاكي وبيكون زي الفل. طبعا زي ما انتم شايفين كده، عشان ادخله الفريزر بظبطه كده في الاكياس، ببططه كده وبخليه مساوي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وطبعا بضغط عليه وبحاول اطلع كل الهواء اللي فيه. كده كان جاهز معايا، ويلا نعمل باقي الكمية. بجد بنصحكم بتفريز البصل يا بنات، هيوفر عليكم الوقت وهينفعكم كتير. لو انتم داخلين المطبخ مستعجلين او عايزين تعملوا طبخة على السريع كده، هيساعد معاكم وهيقتصر معاكم الوقت والمجهود. تمام كده. عملت كمية تانية بنفس الطريقة، بحط في الأكياس وبعد كده بظبطها وبعينها في الفريزر على طول. طبعا طريقته سهلة جدا ومفيش فيها أي تعقيدات. ودي كان آخر شوية معايا، هحطهم في كيس كده وكده يبقى خلصنا البصل بتاعنا. بجد طريقته سهلة وسريعة وحلوة جدا، فلازم تجربوه بالطريقة دي. وطبعا لو انتي أول مرة هتجربيه فأنا متأكدة ان انتي هتعتمديه، لأنه بجد هيوفر معاكي الوقت والمجهود. ولو النور قطع او جالك اي ضيف في اي وقت بجد مش هتحتاري، هتطلعي على طول من الفريزر وهتشتغلي يا ست الكل. الكمية دي عملت معايا 4 اكياس محترمين، والكيس الاخير مش ملان اوي. تعالي بقى اقولك بعمل فيه ايه وبستعمله ازاي. طبعا في الوقت ده كان جامد معايا تماما. خرجته من الكيس بالشكل ده، وبعد كده هحاول اقطعه مكعبات. حطيته على البلانشة وزي ما انتم شايفين كده بتقطع معايا بكل سهولة. طبعا المكعب على قد الطبخ، يعني ممكن احط مكعب او 2 على حسب انت هتطبخي ايه. بعد كده بحطه في نفس الكيس بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بيبقى كده جاهز معايا على الطبخ على طول. المكعب ممكن تحطيه يفك كده براحته، او تقطعيه مكعبات صغيرة زي ما انا هعمل دلوقتي. طبعا المكعبات الصغيرة دي بتسهل ان هو يفك في الزيت، ويدوبك تقليبة كده وبيفك معايا بكل سهولة. زي ما انت شايفين يدوبك الزيت بيسخن وبنزل بالبصل في الزيت على طول. طبعا علشان متفرز بيطلع من الفريزر متجمد وينزل على الزيت على طول زي ما انت شفت معايا كده. ودي احسن طريقة واحسن نتيجة للبصل المتفرز. في الوقت ده كنت هعمل رز صيادية زي ما انت شفتوا كده معايا في اول الفيديو. هقلب البصلة بشكل متواصل لحد ما توصل معايا للون البني الحلو، وبعد كده هنزل عليه بالمية على طول. طبعا بحط عليه شوية من الملح البهارات وهديله تقليبة واسيبه كده يغلي على ما نغسل الرز. بعد ما المية بتغلي بحط الرز وبظبط المية وبسيبه يستوي. زي ما انت شفتوا كده طريقة البصل سهلة جدا وسريعة، وكمان بيتحمر بكل سهولة، مفهوش اي مشكلة يا بنات، وحلو جدا بصراحة. لو انتوا لسه ما جربتوش تفرزوا البصل بجد فايتكم كتير، لازم تجربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا. في الوقت ده الرز كان خلاص نشف من المية، ههدي عليه وهسيبه يكمل سواه. يلا بقى نعمل شوية سلطة حلوين كده جنب السمك، وانا ما بحبش اعمل السلطة على البلانشة خالص. زي ما انت شايفين كده برتاح في طريقة العمايل دي قوي، وبعملها كده على ايدي في ثواني، ما بتاخدش مني اي وقت. في اليوم ده زوجي ربنا يبارك لي فيه كان جايب لي السمك مشوي وجاهز كده من بره. عملت بس شوية رز صيادية زي ما انت شفتوا كده، وعملنا طبقين سلطة كده محترمين.
طبعا السلطة خلصتها وحطيت عليها عود من الكزبرة وشوية من الخل وعصرت ليمونة وحطيت كمان ملح ببهارات، وكانت كده جاهزة معايا. زي ما انتم شايفين الرز كان استوى معايا، وكانوا شوية رز زي العسل، زي ما انتم شايفين كده مفلفل وحلو جدا. هغرفه كده في الأطباق وهنجهز الأكل مع بعض. وقطعت بصلاية صغيرة وحطيت عليها شوية خل كده جنب السمك وطبق مخلل، وكده الأكل كان جاهز معي. أكل كده بسيط وسهل وسريع وما أخدش مننا وقت خالص. هفتح بقى السمك وأحطه كده في أطباق، وكده يبقى الأكل جاهز معانا. وده كان أكلنا النهاردة. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. اتفضلوا بقى معانا يا حبايبي. ولحد هنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا. بتمنى من كل قلبي انه يكون عجبكم ونال رضاكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وكومنت حلو من ايديكم الحلو.